السلام عليكم جميعا، إن شاء الله بخير. لا تنسوا الاشتراك واللايك. وصفتنا اليوم الشيش برك والخبز البوري. خلينا نبدأ معه. أول إشي بنعمل العجين. 6 كاسات طحين حطيت أول إشي، وحطيت معلقتين زيت نباتي، وحطيت معلقتين ملح. الزيت النباتي كويس كتير، تخلي عجينة هيك سلسة معك. تفرك الزيت مع الطحين، بعدين بتحط المية. تحط المية على حسب حاجتك للعجين. العجين عندك تكون متماسكة، ما تكونش رخوة. بنعجن هون، خليكم معي. على وجه العجين حطيت شوية زيت عشان ألملم العجينة، ألملمها وأحطها ترتاح. بحطها آخر إشي ترتاح لمدة نص ساعة عشان تتشكل معي بسهولة. بنغطيها وبنسيبها ترتاح. بدنا نجهز حشوة الشيش برك. أول شي بنحط معلقة سمنة، ما بنحط زيت، سمنة حتى اللحمة تكون عندنا متماسكة، ما بدنا تكون اللحمة مزيتة. وحطيت بصلتين متوسطات الحجم، 700 جرام من اللحمة. بندبل البصل وبعدين بنحط اللحمة عليها، والبهارات ملح والبهارات ال7، شوية كركم، نص معلقة فلفل أسود، وبنحركهم. بنخليهم على النار حتى تتنشف المية تماما. بنقلبهم حتى تنشف المية. ننشف المية لأن ما بدي إياها تكون على العجينة مبلول إشي بلل، عشان تتماسك العجين معي وأنا أشكل فيها. هلا رجعت للعجين بعد ما ارتاحت، قطعتها 4 قطع. بدي هلا أمسكها بعد ما أريحها كمان 5 دقايق. بدي أبدأ وأشكلها. نفردها، أحط طحين على المطرح ما بدي أفرد العجين، وبفرد العجين. بفردها حتى تكون سمكها خفيف، ما تكون سمكها عالي. تفرديها وبعدين بنجيب القطاعة وبقطعها كلياتها. وهاي كمان فردت العجينة الثانية وقطعتها كلياتها. شوف كيف العجينة عندي ما شاء الله. هلا بنبدأ بحشوة العجين. أول إشي بنجيب الدائرة وبنحشيها باللحمة وبنعملها على شكل قطايف يعني، وبنلفها يكون شكلها بهذا الشكل. كمان واحدة بورجيكم إياها. نحشيها باللحمة وبنسكرها، وبتلفيها على إصبعك، وخلص هيك بكون شكلها تماما. بنضلنا هيك تنعمل الحشوة كلياتها. هاي عندي عملت صينيتين كبار. تاخدهم واحطهم على الشواية شوية، على بس علشان تتنشف العجينة عندي، يعني 3 دقايق دقيقتين مش اكتر يعني. ضل عندي عجينة بدي اعملها من نفس العجينة تبعت الشيش برك، بدي اعملكم اياها خبز البوري. تفرديها مع الطحين وبتحطيها على جنب حتى تخلصي كمية العجينة اللي ضلت عندك. هيك شكلها بكون. هاي كمان واحدة فردناها ما شاء الله. حطيناهم على قطعة بيضة، وبعدين مع بزيت غزير سخون بكون، بتحطيها بتصير تحركي فيها وتحطي الزيت على العجينة، تنفخ معاك العجينة. بعدين بتقلبيها بس تتحمر من تحت، وبتقلبيها بتحمريها مرة تانية من الجهة التانية، وهكذا حتى تخلص عندك العجينة كلها.
هلا بدنا نبدأ باللبن، بنحطه بالطنجرة. جبت 2 كيلو لبن، كيلو لبن حامض وكيلو لبن عادي هو اللي هو الزبادي، معلقة نشا. بنحركهم كتير وبنحط الملح حسب حاجتك. أنا عندي اللبن حامض فما حطيتش الملح كتير. وبنجيب المية بنرخيها شوي لأنه جامد عندي، برخيها. بدنا نحطها على النار بس تغلي بنزل حبات الششبرك. بعد ما جويتهم حبات الششبرك نحط جميع الكمية حتى تغلي عندي. بسيبها شي 10 دقايق ربع ساعة حتى تستوي. وهيك عندي طبختي استوت. جربوها، بنصحكم فيها، اللي ما جربها يجربها. هاي عندي الوصفة كلها صحة وعافية.